كروفيت مقلي مع صوص طرطور. اليابانيين كيبغيو الكروفيت بزرف، كياكلوه في السوشي، في التمبورا، وبالطبع كيبغيو بزرف حتى الكروفيت مقلي. فهذا القناة سبق وقدمنا تمبورا ديال الكروفيت، واليوم غادي نوريكم طريقة أخرى، كروفيت مقلي بالشابلور. طريقة تحضير الكروفيت قبل الطياب تفرجوا عليها في فيديو تمبورا ديال الكروفيت. طريقة التحضير: المرحلة الأولى نقصعوا القشرة ديال الكروفيت، نحيدوا الخيط اللي في الظهر، نروضوه بشوية ديال الملح والنشا، نغسلوه بالماء وننشفوه مزيان، نقصعوا طرف الذيل ونضغطوا عليه باش يخرج الماء، ندير شقوق صغار في البطن. هذه الخطوات كاملين شرحناهم في فيديو تمبورا ديال الكروفيت. من بعد كنش الكروفيت بالملح والإبزار ونخليوه 20 دقيقة. الماء اللي كيخرج كنشفوه بالورق، نكسروا البيض في زلافة، نطربوه ونزيدوا شوية دقيق ونخلطه حتى تلي عندنا خليط ديال البيض. نرش الكروفيت بشوية دقيق، من بعد نغمسوه في خليط البيض، ومن بعد نغلوه بالشابلور. شرح الشابلور الياباني كاي في فيديو سمك مقلي. نقليوه في زيت سخون على 180 درجة حتى يولي مقمش وذهبي. نخرجوه، نخليه الزيت يقطر، ونقدموه في طبق مع الكرنب ولا الحامض. طريقة تحضير صوص الطرطور: نطيب بيضة مسلوقة، نقطع البصلة صغيرة ونديروها في الماء، نعصروها مزيان من الماء، نرشر البيضة ونقطعوها قطع كبار شوي. فزلافة نخلطوا البصلة والبيض ونزيدوا مايونيز، الخل، السكر وشوية ملح. هاد صوص الطرطور ماشي غير الكروفيت مقلي، كيت ستعمل حتى مع سمك مقلي اللي قدمناه من قبل، وحتى مع دجاج نبان اللي غادي نقدموه من بعد. جربوه، حقيقي بنين بزرف. مقادير الوصفة كاملة تلقوها في الوصف. شكرا على المشاهدة. إذا عجبتكم الوصفة ديروا لايك وسبسكرايب. مع نبيلة غادي نتعلموا أسرار المطبخ الياباني. نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.